نجح الكابتن حسام حسن ان هو يفوز في مباراته الاولى الرسميه مع منتخب مصر قدام منتخب بوركينا فاسو في التصفيات المؤهله لنهائيات كاس العالم 2026. فوز مقلق قوي لمصر، هقول لك ليه في حلقه جديده مع الباش لعيب دلوقتي. بسم الله الرحمن الرحيم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيك عزيزي المشاهد، وقبل ما نبدأ حلقتنا لازم كلنا نصلي على خير الأنام سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام، وما ننساش إخواتنا في غزة من دعائنا، ربنا ينصرهم بإذن الله نصر عزيز مقتدر. ولو عجبتكم الحلقة تدعمونا بشير ولايك للفيديو وكمان سبسكرايب للقناة، ويلا بينا. سواء انت كنت ضد حسام حسن او معاه، سواء انت مع طريقة لعبه او ضدها، سواء انت مع المدرب الوطني عموما او مع المدرب الاجنبي، لازم كلنا نعترف ان نفسنا نصعد بقى كاس العالم، خصوصا ان الفرصة دلوقتي سهلة قوي عن السنين اللي فاتت، خاصة ان الفيفا عدل عدد المنتخبات المشاركة في نهائيات كاس العالم من 32 فريق ل 48 فريق، وكمان حصة افريقيا من المنتخبات زادت من 5 ل 9، وفي واحد كمان هيصعد عن طريق الملحق، يعني احتمال 10 فرق افريقية يبقوا موجودين في كاس العالم. يبقى دي فرصة سهلة، لان بسهولة قوي ممكن منتخب الفراعنة يحتل حتى المركز التاسع، مش هنقول الاول. يعني تخيل ان انت تبقى من التسعه الكبار في افريقيا، يعني تبقى مع كوت ديفوار والكاميرون والمغرب وكمان نيجيريا والفرق الكبيره دي، تبقى انت يا عم معاهم، يعني تنضم من ضمن الشله، فحاجه سهله يعني مش صعبه. فكلنا اكيد نفسنا ان احنا نصعد، وكمان مجموعتك الى حد ما فيهاش فرقه مستحيله. اقوى فرقه في مجموعتك هي بوركينا فاسو. بوركينا فاسو من المنتخبات اللي قادمة بقوة جدا، ومستواها اختلف بداية من 2017 لغاية النهاردة، لدرجة ان منتخب بوركينا فاسو اللي كان بيلعب قدام منتخب مصر النهاردة كله محترفين. كمان منتخب غينيا بيساو اللي برضو عنده عدد كبير جدا من المحترفين، لكن بقية الفرق الى حد ما تقدر ان انت تفوز عليهم بره وجوه. فيبقى من العبث ان احنا نبص نلاقي من المجموعه الاولى دي منتخب مصر مش الاول. صعب قوي ان انت تتخيل حاجه غير كده. طبعا حصل تغييرات في جهاز المنتخب الوطني، خاصه بعد الخروج المؤسف جدا من الكان اللي فات ورحيل فيتوريا وقدوم الكابتن حسام حسن، بعد ما خلاص بقى الناس كلها ما لقيتش حد على الساحه مصري مناسب، راحوا جايبين الكابتن حسام حسن اللي اخيرا بيحقق حلمه بتدريب المنتخب. وكمان برضو اتحاد الكوره لبى كل طلبات الكابتن حسام حسن، من ان هو حضر له اللعيبه بدري قوي عن ميعاد المعسكر تقريبا باربع او 5 ايام عن الاجنده الدوليه، وراضى كل الفرق في الدوري عشان خاطر يبعتوا لاعبتهم لمنتخب مصر، ويرادوا الكابتن حسام حسن، ما عدا صلاح اللي هو طبعا بيجي براحته وبيمشي براحته. وخلي صلاح الاستثناء ده بعيد عن بقيه القايمه، لان كل العناصر اللي كانوا موجودين في القايمه التزموا بالميعاد اللي كان متوافق عليه ما بين انديتهم ما بين اتحاد الكوره لحضورهم لمعسكر المنتخب الاول. حلو قوي. طيب الكابتن حسام حسن اول مباراه رسميه ليه في تصفيات نهائيات كاس العالم 2026، وزي ما قلنا ان انت هتصعد اول مجموعه بالراحه، في مجموعه تقريبا في المتناول كلها ما فيهاش غير فرقتين اللي ممكن يضحروا معاك، سواء كان بوركينا فاسو او غينيا بيساو. فالكابتن حسام حسن قدام بوركينا فاسو قرر ان هو يغامر مغامره مش محسوبه تماما. الكابتن حسام حسن خالف كل طرق اللعب اللي متعود عليها لعيبه المنتخب القومي مع انديتهم، واللي معظم الانديه بتلعب بطريقه 4-3-3 ومشتقاتها، وقرر ان هو يلعب 3-5-2. حلو قوي ان انت تلعب بطريقه لعب مختلفة تتناسب مع اللعيبة اللي معاك. وعلى الورق ترتيبة حسام حسن كانت موجودة كالآتي: الشناوي حارس مرمى، قدامه 3 ليبرو، حمدي فتحي، على يمينه رامي ربيعة، وعلى شماله محمد عبد المنعم، قدامه نمرة 6 واحد بس اللي هو مروان عطية، وقدامه 2-8 أحمد سيد زيزو وامام عاشور، وعلى الوينج اليمين محمد هاني، وعلى الوينج الشمال تريزيجيه، وقدام 2 راس حربة محمد صلاح ومصطفى محمد. ده على الورق.
يعني دي ترتيبه حسام حسن على الورق، لكن اللي حصل في الملعب غير كده خالص. معرفش هل ده فكر حسام حسن ولا تصرفات لعيبه. شفنا عشوائيه كبيره جدا من لعيبه المنتخب خاصه في نص الملعب. يعني كنت شايف مثلا على اليمين محمد هاني اللي هو المفروض وينج مش باك، الوينج بيلعب باك، ومفروض نمره 8 اللي بيلعب معاه او بيلعب جنبيه احمد سيد زيزو بيلعب وينج، وبيتصرفوا على انهم باك ووينج، يعملوا اوفرلاب ورا بعض ويغطوا على الخط وسايبين المساحه بتاعت نص الملعب دي هو. فكان الطبيعي جدا ان احمد زيزو اللي هو كان مفروض نمره 8 في المكان ده وعنده مربعات معينه مفروض يغطيها في مركز 8 من ناحيه الضغط لاسترجاع الكوره، ومن ناحيه كمان التغطيه ورا الوينج، وحط بين قوسين هنا الوينج محمد هاني، ما كانش بيعملها. فكنا بنشوف رامي ربيعه بيتقدم من مكانه عشان خاطر يغطي الاثنين، او مروان عطيه بيميل عشان خاطر يغطي مع رامي ربيعه، والاثنين نجحوا في ان هم يقفلوا الثغره دي من ناحيه اليمين. طيب الناحيه الشمال بقى تريزيجيه بيلعب وينج ليفت، هو مكانه وينج ليفت عادي مع منتخب مصر ولعبها كتير قبل كده، بس وينج ليفت في 3-5-2 مفروض منه ان هو يأدي كمان ادوار الباك ليفت في الجوانب الدفاعيه. طيب هل تريزيجيه باك؟ لا مش باك. هل هو هيميل للدفاع على حساب الهجوم؟ لا، هو هيميل على الهجوم على حساب الدفاع. طيب انت قررت ان انت تغطي تريزيجيه ازاي في الملعب؟ وحط هنا خط تحت تريزيجيه، لان تريزيجيه سلاح ذو حدين، اثر بشكل كبير جدا على اداء المنتخب في الشوط الاول والشوط الثاني. كان من الطبيعي ان انت تلعب لعيب جنب تريزيجيه يقفل وراه، مع المسافات الطويله اللي كان بيقطعها تريزيجيه وكان كل اللعب بيتحضر ناحيه اليمين ويترمي عليه ناحيه الشمال، وده فاجئ منتخب بوركينا فاسو، وطريقه اللعب دي خلته بعدم خبره لاعبيه يستقبل هدفين بدري قوي نتيجه عدم وجود تغطيه عكسيه من الباك اليمين بتاعه. فشفنا كره بالونه مثلا ملعوبه من محمد صلاح، قدر تريزيجيه ان هو يخش ويلعبها بدماغه في مقتل ويسجل الهدف الاول في اول 4 دقائق. وبعديها برضه بنفس السيناريو كره عرضيه بترد من الباك اليمين، التغطيه السيئه بتاعته تروح لتريزيجيه يرقصه ويسجل جون بشماله في 10 دقائق او في 8 دقائق بالظبط. سجلت جونين بنفس السيناريو. وهنا ادرك منتخب بوركينا فاسو ان عنده مشكله في التغطيه العكسيه، فقرر ان هو يلعب زون ديفنس. حلو قوي، حلو جدا. انا قلت لك حط خط تحت مين؟ تريزيجيه اداؤه الهجومي الشوط الاولاني رائع جدا، تكملته كوينج ليفت رائعه جدا، وقطمته لجوه وترقيصه وحتى محاولاته لعمل عرضيات وان هو ياخد مساحه ويحاول ان هو يعمل فرص كتير لمنتخب مصر كانت ممتازه للغايه. وكمان الادوار اللي عملها محمد صلاح في ان هو يسقط وياخد لعيبه معاه عشان خاطر يفضي مساحه لاحمد مصطفى زيزو او احمد سيد زيزو ومحمد هاني ومصطفى محمد، كانت برضو رائعه جدا في الشوط الاولاني. لكن العشوائيه اللي كانت موجوده في ادوار نص الملعب المركبه من ناحيه ان انت عندك ادوار هجوميه وادوار دفاعيه، واللعيبه ما قدروش ان هم يعملوا الادوار دي مع بعض نتيجه لان هم مش متعودين على الطريقه دي من اللعب، او ما كانش فيه تعليمات واضحه وصريحه من الكابتن حسام حسن للعيبه بتاعه نص الملعب الثلاثي تحديدا اللي كان ليه ادوار دفاعيه وهجوميه ما كانش بيأديها على اكمل وجه. وده اللي بان في الشوط الثاني. زي ما قلنا تريزيجيه كان عامل مهم جدا في الشوط الاولاني عشان خاطر يخرج مصر هجوميا وكسبان 2-0. كان نقطة ضعف مهمة جدا في دفاع منتخب مصر دفاعيا في الشوط الثاني، لأن مدرب منتخب بوركينا فاسو براما تراوري أدرك المشكلة اللي عنده، فقال إن هو الحل الوحيد إن هو يضغط على منتخب مصر ضغط متقدم وما يديلهمش أي مساحة إن هم ينقلوا الكورة في نص الملعب. وهنا ظهرت بقى العشوائية اللي بجد في أدوار نص الملعب. لا شفنا إمام عاشور ولا شفنا احمد سيد زيزو موجودين في نص الملعب تماما في الشوط الثاني. كان يا عيني مروان عطيه مطالب ان هو يغطي ورا تريزيجيه اللي ما كانش موجود دفاعيا خالص، ويرجع تاني عشان يرد ورا احمد سيد زيزو ومحمد هاني. وهنا اتعازق جري مروان عطيه عمال يجري يمين وشمال عشان يغطي على الاثنين، وما شفناش حتى الاثنين بيحاولوا ان هم يرجعوا عشان خاطر يقفلوا نص الملعب مع لعيبه منتخب مصر. وكانت الهجمات كلها تقريبا من ناحيه تريزيجيه اللي باك اليمين والوينج اليمين، والتغييرات اللي عملها
تراوري عشان خاطر يديهم المساحه والحريه ان هم يهجموا على منتخب مصر بنزول سعيد سومبري اللي قفل تقريبا المساحه دي على تريزيجيه وخلى الضغط دائما ناحيه محمد الشناوي من الناحيه اليمين دي. ورغم ان انت كان عندك 5 لعيبه في نص الملعب وتراوري نزل 2 لعيبه مركز 6 في نص الملعب بتاعه، الا ان هم سيطروا على الملعب في نص الملعب بجد، وده نتيجه للعشوائيه اللي احنا اتكلمنا عليها دي. وكانت النتيجه ان في هجمات كتير قوي ممكن يكون ما فيهاش هجمات خطيره صعبه قوي على محمد الشناوي غير كره الهدف وكره فيها انفراد بعد كده من ناحيه اليمين ناحيه محمد هاني، لكن حتى يعني السيطره بتاعت نص الملعب صعبه قوي منتخب مصر بقيمته والمحترفين اللي فيه واللعيبه اللي فيه يبقى مستسلم كده للاستحواذ على ارضه وسط جمهوره. وده اللي خلاك مثلا تشوف 4 أو 5 لعيبه من لعيبه بوركينا رايحين على محمد عبد المنعم ورامي ربيعه وحمدي فتحي لوحديهم. لولا ستر ربنا كان بقى فيه اجوان فضيحه. مفيش فرص صعبه شالها الشناوي، لكن الحالات اللي كان فيها زياده عدديه هجوميه لفرقه بوركينا كانت كتير قوي الشوط الثاني. وكالعاده اي فريق مصري، واتكلمنا في القصه دي مرارا وتكرارا، اي فريق مصري بيتلعب عليه كوره عرضيه من ضربه ثابته او كوره عرضيه من كوره متحركه لازم يتشكل خطوره يا تتسجل هدف. وده اللي بان قوي في الجون بتاع بوركينا، العبث اللي حصل من دفاع منتخب مصر والخروج السيء لمحمد الشناوي اللي واضح قوي ان هو لسه ما استعادش فورمته. خروج سيء قوي لمحمد الشناوي في الاول، وحتى لما صد الكوره صدها بطريقه خلت منتخب بوركينا يسجل الهدف الاول ويستحوذ على المباراه تماما. وهنا كابتن حسام حسن ادرك ان هو اخطأ خطأ كبير جدا، وكانت بداية تغييراته طلوع امام عاشور ونزول اكرم توفيق عشان خاطر يحول الطريقة، بدل ما يبقى في واحد بس 6 يبقوا 2 6، اكرم ومروان عطية، عشان يحاول حتى ان هو يقفل الجنب الشمال بتاع تريزيجيه. وما قدرش لان هو كان يعيني لوحده. مروان برضه تريزيجيه ما كانش بيقوم بالادوار الدفاعية اللي مطلوبة منه، الادوار الدفاعية اللي مطلوبة من باك، لان هو بيلعب وينج وكان المفروض في الادوار دي يلعب باك. هو ما قدرش ان هو يؤدي الادوار الدفاعيه دي، فكانت النتيجه ان هو غير طريقه اللعب ولعب 4-3-3 بنزول عمر كمال عبد الواحد كباك شمال. وهنا منتخب مصر تنفس الصعداء اخيرا بوجود ثلاثي في نص الملعب، حمدي فتحي ومروان عطيه واكرم توفيق، الثلاثه بيميلوا للجانب الدفاعي. وهنا حسام حسن قرر ان هو يجمد الماتش ويكتفي بالهدفين اللي جابهم ويحافظ عليهم بدون دخول مرماه اي اهداف وياخد ال3 نقط، وده اللي اتحقق في الاخر وفاز منتخب مصر على بوركينا 2-1. عايز رايي المتواضع اللي ممكن ناس كتير تختلف معاه وانا عادي ما عنديش مشكله. منتخب مصر حالته سيئه جدا، مفيش اي هويه لمنتخب مصر هجوميا او دفاعيا. والعيب ممكن ما يكونش في الكابتن حسام حسن، والعيب كان موجود قبل كده، بس كمان الكابتن حسام حسن بعشوائيته في اختيار اللعيبه واختيار الخطط اللي تناسب اللعيبه اللي معاه ساعد على ده. وربنا يستر علينا في المباراه اللي جايه قدام غينيا بيساو على ارضهم وسط جمهورهم، خاصه ان الكابتن حسام قرر ان هو ياخر سفره ليوم السبت والماتش يوم الاثنين. يعني انت مش هتروح هناك تتمرن غير تمرينه واحده يوم الاحد قبل الماتش، وده برضو قرار انا شايفه عبثي من الكابتن حسام حسن. ربنا يستر. انت عندك ماتش قدام غينيا دلوقتي، ربنا يستر وتعديه حتى لو بالتعادل رضا، وتستعد بقى لمباراه بوركينا اللي جايه. هتبقى هناك في بوركينا فاسو، وربنا يستر هناك فريق قوي وفريق عنده لياقه بدنيه عاليه وهيتعبنا جدا جدا جدا. ولو كمل الكابتن حسام حسن ربنا يستر عليه. وبس دي كانت كل تعليقاتنا وتحليلاتنا عن مباراه منتخب مصر قدام بوركينا فاسو والفوز الصعب بشق الانفس للكابتن حسام حسن. الف مبروك لمنتخب مصر والكابتن حسام، ونتمنى القادم افضل باذن الله، ونشوف منتخبنا في كاس العالم 2026. ما تنساش عزيزي المشاهد لو عجبتك الحلقه تدعمنا بشير ولايك للفيديو وكمان سبسكرايب للقناه، واستناني في حلقه جديده مع الباش لعيب، والسلام عليكم.